ده فيلم ألماني حربي بيتكلم عن الحرب العالمية الأولى بصفة عامة، وبيقول إن مفيش حد كسبان في الحرب، وإنه مهما كسب أراضي ونفوذ وسلطة فهو خسران حاجة أهم بكتير، ألا وهي الشباب. وتعتبر الحرب دي هي واحدة من أعنف الحروب اللي حصلت في العالم، ومات فيها أكتر من 10 مليون شاب، وفعلا محدش طلع منها كسبان. وبيتكلم الفيلم بقى عن معاناة الشباب في الحرب دي، اللي هم مش كسبانين منها أي حاجة أصلا، هم مجرد شباب الحماس بياخدهم وبيسمعوا كلام وتشجيع القادة إنهم لازم يساعدوا بلدهم ويخدموها وينضموا للجيش. فالشباب بتسمع الكلام وتخش الجيش فعلا، وهم فاكرين بقى إنهم هيقضوا وقت لطيف هناك، وأول ما يدخلوا الميدان والحرب تشتغل يلاقوا حاجة تانية خالص، والموت محاوطهم من كل ناحية، ومش قادرين حتى يشموا نفسهم ولا ياكلوا أكلة حلوة ولا يتهنوا ببق مية حتى يبلوا بيهم. وعلى الناحية التانية بقى القادة قاعدين في بيوتهم ومكاتبهم أكلين شايبين نايمين مستمتعين بحياتهم وبيسمعوا موسيقى كمان عشان يفضوا مخهم، ولا شاغلين بالهم بالشباب اللي حياتها بتضيع بالفاضي. وبيحكي الفيلم قصة حياة باولو ده شاب ألماني عنده 17 سنة لسه مخلص الثانوية، وأبوه قدم له في الكلية، بس باولو ما سمعش كلام أبوه وسمع كلام صحابه اللي قالوا له يلا تعالى معانا نخش الجيش وهنقضي وقت لطيف مع بعض وهنهون على نفسنا الحرب بدل قعدتنا كده زي النسوان. وحماس الشباب بقى وكله بيقلد كله، فدخل باولو معاهم الجيش، واللي شجعه اكتر انه لقى القادة بيطمنوهم على الاخر وبيقولوا لهم انتوا مش هتتعبوا خالص، ده هم كلهم يومين ونخش فرنسا نحتلها وترجعوا بيوتكم ولا كأن حاجة حصلت. بس مش ده اللي بيحصل، لان باولو واصحابه اول ما حطوا رجليهم في ارض المعركه وما بقوش ملاحقين على الطلقات ولا القنابل ولا الدبابات ولا الصواريخ اللي بتتحدف عليهم من الطيارات ولا قنابل الخاز، وما شافوش لحظه واحده حلوه جوه الجيش ده. حتى صحبتهم مع بعض ما هونتش عليهم اي حاجه، لانهم بقوا يقعوا ويموتوا واحد ورا التاني، وما كانوش حتى بيلاقوا الوقت اللي يودعوا فيه بعض. وساعتها بقوا يتمنوا انهم يرجعوا بلدهم تاني ويخشوا الجامعه ويقولوا يا ريت اللي جاي مكان، بس خلاص طالما دخلوا ما ينفعش يخرجوا. وفضلوا على الحال ده فوق ال 18 شهر، والموت بقى محوطهم من كل ناحية، وما بقاش في أي مشاعر جواهم، والحياة زي الموت بالنسبة لهم، لدرجة إن باولو هو واحد تاني اسمه قط كانوا هيموتوا نفسهم حرفيا عشان حتة وزة سيقوها من فلاح فرنسي، بس هم كانوا زهقوا من أكل الجيش وكان نفسهم في حتة لحمة يضيعوا بيها مرارة الأيام. ولك أن تتخيل إن الوزة دي بالنسبة لهم كانت عيد، حلم من أحلامهم، فرحوا بيها فرح ما يتوصفش. ده إن دل على شيء يدل على إنهم بقوا ضايعين خالص لدرجة إن حتة لحمة تخليهم يعرضوا نفسهم للقتل. وفي نفس الوقت ده القادة الألمان والفرنسويين قاعدين في مكاتبهم وبياكلوا الكرواسون ويحتسوا القهوة ولا حاسين بأي حاجة، وكل اللي بيعملوه إنهم كل شهر والتاني يخشوا في مفاوضات سلام وهدنة، وكل واحد عايز يقبل الهدنة بشروطه هو، ومحدش بيفكر في الشباب اللي عمره بيضيع في الحرب. وبصراحة الفيلم قدر يوصل الوحشية والعنف اللي كان بيحصل في الحرب دي، لدرجة انك تبقى قاعد بتتفرج ويصعب عليك الشباب اللي راحوا في الحرب دي اللي ما كانش ليها اي 30 لازمة. والصورة السينمائية في الفيلم ده حلوة جدا، وكمان الفيلم كسب جايزة الأوسكار كأحسن فيلم أجنبي. ففعلا فيلم يستحق الإشادة انه قدر يوصل للمشاهد أهوال وفظاعة الحرب. المهم كل اصحاب باولو ماتوا في الحرب، ومعظمهم مات قدام عينه وما قدرش يعمل لهم اي حاجه، حتى اللي اتصاب في رجله ما قدرش يستحمل يكمل باقي حياته وهو اعرج، وقام مسك الشوكه ودبها في رقبته وخلص على نفسه. وباولو برضه ما قدرش يلحقه، حتى باولو ذات نفسه كان هيموت في الحرب بعد ما الفرنساويين كانوا هيخلصوا عليهم كلهم، بس قدر يمثل انه ميت لحد ما جه جندي فرنسي كان هيخلص على باولو، بس باولو قام دب سكينته في ثدي الجندي الفرنسي ده، وفضل الجندي ينازع الموت ويطلع اصوات اللي هي حلاوه روح يعني، وحاول باولو انه يساعده بس ما قدرش ومات الجندي. وما فضلش بكده الا باولو وقط، ساعتها قدر القاده انهم يتوصلوا لهدنه فعليه ومضوا على العقود، واتفقوا ان الحرب هتنتهي يوم 11 الساعه 11، والله مش بهزر ده بجد، ده كان الاتفاق فعلا، وهم كانوا في يوم 10 نوفمبر، ده معناها ان الحرب هتنتهي تاني يوم بالظبط الساعة 11، ومحدش كان مصدق ان الحرب خلاص فعلا هتنتهي وكله هيروح بيته لأهله، وكانوا قاعدين بيحتفلوا. وقط قال لباولو قبل ما نخرج من فرنسا لازم ناكل وزة، وراحوا للفلاح الفرنسي اللي سايقوا منه الوزة قبل كده،
وقط قال لباولو دورك المرة دي، ودخل فعلا باولو عشان يسقي وزة. بس ساقع كام بضاية كده وكان لسه هيسقي الوزة، الواد ابن الفلاح صحي وشافه، فقام خد ديله في اسنانه وقال يا فكيك، وهيب هو وقط. والفلاح وابنه قعدوا يضربوهم بالنار بس مفيش طلقة جت فيهم، والبيض اتكسر في جيب باولو. فقام قط جاب طبق وحط فيه البيض وقاموا كلوه، وكانوا حاسين خلاص ان بكده الحرب انتهت وهيفتكروا الايام دي وتبقى مجرد ذكريات. بس الواد ابن الفلاح جه ورا قط وقام ضربه بالنار، وقط اللي عدى من كل المعارك دي ما حصلوش حاجة، في الاخر يموت على ايد عيل صغير ابن فلاح عشان حتة وزة وكام بيضة. وباولو حاول يساعده ويوديه للمسعفين لدرجة انه شاله على كتفه، بس للأسف كان مات، وباولو ما بقاش عارف يعمل ايه وكل اصحابه خلاص ماتوا. وياريتها خلصت على كده، ده القائد بتاع كتيبة باولو ما كانش موافق على قرار الهدنة ده، وقال للجنود قدامنا ساعتين نقدر نهزم فيهم العدو، وكان بيتكلم بجد، واللي ما كانش موافق من الجنود وما بينفذش الامر كانوا بيقتلوه. فباولو ما بقاش عنده اي بديل غير انه يكمل في الحرب. ودخلوا فعلا الالمان هجموا على الفرنساويين وقعدوا هما الاتنين يقتلوا ببعض، وباولو قعد يضرب في واحد فرنساوي لحد ما جه جندي تاني من وراه دب السكينة في ظهره. بعدها الساعة جت 11 وتم انتهاء الحرب فعلا، بس كان ساعتها باولو مات هو وشباب كتير جدا زيه. وبيخلص الفيلم على كده. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتدعمني كومنت عشان اكمل، ولو ما عجبكش الفيديو ما تنساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برضه، بس تحبني الكومنت عشان ابطل.